هل تساءلت يوما عن سبب رائحة العطور الفرنسية الرائعة؟ السر يكمن في قرية متواضعة في مصر. لماذا تتمتع العطور الفرنسية والعلامات التجارية الفاخرة بمثل هذه الجاذبية؟ هل يمكن أن يكون السبب هو المكونات الرائعة، أو عملية الإنتاج المعقدة، أو ببساطة جاذبية المنتجات الغريبة؟ حسناً، قد يفاجئك معرفة أن قلب العديد من هذه العطور يمكن إرجاعه إلى قرية متواضعة في مصر. إذا وجدت هذه المعلومات مثيرة للاهتمام، فلا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو ومشاركته. في منطقة دلتا النيل الخصبة تلعب قرية متواضعة تسمى شبرا بلولة دورا رئيسيا في عالم العطور. تنتج هذه القرية بتربتها الخصبة ومناخها الملائم نسبة مذهلة تبلغ 60% من معجون الياسمين العالمي. نعم، لقد سمعت ذلك بشكل صحيح، 60%. ولكن ما هو معجون الياسمين الذي نتحدث عنه؟ إنه في الأساس روح العديد من العطور التي تعرفها وتحبها، وهو جوهر مركز تم صنعه من عدد لا يحصى من زهور الياسمين الرقيقة. الآن تخيل رائحة الآلاف من هذه الأزهار مركزة في قطعة واحدة من المعجون المسكر، أليس كذلك؟ إن إنتاج معجون الياسمين ليس بالمهمة السهلة. إنها عملية دقيقة تتطلب الدقة والصبر والفهم العميق لزهرة الياسمين الرقيقة. يتم قطف أزهار الياسمين يدوياً في الصباح الباكر عندما يكون عطرها في ذروته. يتم اختيار كل زهرة بعناية، مما يضمن فقط أفضلها في المعجون. تخضع هذه الأزهار المقطوفة يدوياً لعملية تعرف باسم التشريب، حيث يتم ترتيبها بعناية على طبقة من الدهون الحيوانية. تمتص هذه الدهون العطر من الزهور على مدار عدة أيام، مما يؤدي إلى تكوين زيت معطر. ثم يتم غسل هذا الزيت بالكحول لفصل المركبات العطرية، تاركاً وراءه جوهر الياسمين الثمين. والنتيجة هي عجينة الياسمين ذات رائحة قوية وآسرة للغاية، لدرجة أن دور العطور المرموقة في العالم تسعى للحصول عليها. إنها رائحة تنقلك مباشرة إلى حقول الياسمين المزهرة في شبرا بلولة. لذلك، في المرة القادمة التي تقوم فيها برش عطرك الفاخر المفضل، تذكر الرحلة التي استغرقتها من حقول الياسمين في مصر إلى الزجاجة التي بين يديك. تذكر ساعات العمل التي لا تعد ولا تحصى، والاهتمام الدقيق بالتفاصيل، والقرية المتواضعة التي تساهم في إنتاج أغنى العطور في العالم. وفي الختام، شبرا بلولة ليست مجرد قرية في مصر، إنه حجر الزاوية في صناعة العطور العالمية، حيث يساهم بنسبة 60% من معجون الياسمين في العالم. إنها شهادة على قوة الطبيعة ومهارة الأيدي البشرية والحب العالمي للعطر الجميل.